السلام عليك يا أبا عبد الله، يا مظلوم يا غريب يا عطشان. الحسين عليه السلام الإمام المظلوم العطشان السليم الذي قتل عطشان سلبت ثيابه وبقي على أرض جربلاء لا ناصر ولا معين. الحسين بن علي قتل مظلوما عطشانا، اجتمعوا عليه بني أمية والإمام مع أهل بيته وأصحابه أعدادهم 72 بني هاشم أولاد فاطمة أولاد أمير المؤمنين ومجموعة من أصحاب رسول الله وأصحاب البيت عاصروهم في ذلك المكان. كانوا عطشان مع الأطفال والنساء. وأخذوا يقتلون بني هاشم علي الأكبر، تقطع بالسيوف أمام أبيه الحسين عليه السلام. القاسم الإمام الحسن عبد الله الرضيع لا يستطيع الشخص أن يشوف ابنه طفل صغير عمره 6 أشهر يذبح، يبكي للعطش، يذبح بين يديه. مصيبة كبيرة.
أخوك شوف عائشة محاصرة يا راشد تصور وياي هذا الموقف الإمام الحسين أمامه قتل عليه عبد الله الرضيع قال القاسم وفي الفضل العباس في هذا البيت عندما يحل شهر محرم الحرام كانوا يعيشون حزن كبير. الإمام لا يرى ضاحكا ولا مبتسما يعقدون الرواتب. الإمام زين العابدين ما وضع الطعام أمامه إلا نزل الدموع. كان الطعام يقدم له ينزل بالدموع على أبيه الحسين. كيف لا ينزل بالدموع وهو أبيه الحسين مطمع لا يخمل. الإمام زين العابدين كان يعيش النوعة والألم على أبيه الحسين. رأى به الحسين مقطع ولا يستطيع أن يحمل أبيه لأنه كان جسد مقطع. يا أبا عبد الله سيدي إمامنا ما كان أخذ جسد ثالث لا قطعوه بالسيوف. فقد على أبيه وأمي فاطمة الزهراء. كيف ما تريد تصور بصورة الحسين؟ ما تريد تصور اللي وصلنا عن صورة الحسين القديم. لو واصل مصيره كاملة الكثير منا لا يستطيع أن يتحرك من شدة المصيبة والفاجعة والألم. ابن زينب كانت تصلي الجلوس من شدة مصيبة الحسين عليه السلام. من شدة مصيبة الفضل العباس كيف تقطع. الإمام زين العابدين عندما يدخل السوق ويرى القصار يذبح الإمام يسكت يقول ليش يا ابن رسول الله؟ الإمام زين العابدين كان كل ما يجرب ما يذكر عطش الحسين. شدة العطش فتت القلب. الإنسان اللي ما يشرب الماء يكون هاي مو بس تيرس تخرج الدماغ من الإنسان يجف لا يستطيع الكلام. ويا علي الأكبر عندما جاء إلى أبي الحسين يطلب الماء بشدة العطش وين راح لسانك على لساني. وكان لسان إمامي كالخشب اليابسة من شدة العطش. أطفال الحسين كان يغمى عليها بالخيار. رقية يغمى عليها من شدة العطش.
عبد الله الرضيع يبكي من شدة العمى. سكينة حاصروا خير الحسين ولم يسقوا في النار. رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين إمام الحسين حب الله محبة حبيب رسول الله. فأهل البيت حثوا الشيعة والموالين على إقامة المقاتل إظهار مصيبة الحسين، مصيبة الحسين مصيبة الإسلام. الحجر الذي ضرب الحسين نفس الحجر الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله، والسياطة التي ضربت زينب نفسها السياطة التي ضربت فاطمة الزهراء. ودار فرض عندما تم الحرق ليس هؤلاء حرقوا خيام الحسين. يا بابا عيش الأيام والحرقة على مصيبة الحسين. نتذكر كيف قتلوا أطفالا ومعاشر سبوا نساء. عيش الألم. تصور نفسك إنه هاي العائلة عائلتك. تصور شلون أنت شوف عائلتك تسمع تقتل الأطفال وأولادك. هجموا على الحسين وحرقوا الخيام ويسجلوا خيامه. كيف تقرأ وبكاء الأطفال وصوت الأطفال يصل إلى الحسين والحسين لا يستطيع الحركة. هجموا على خيام الحسين يريدون يحرقون قلب الحسين. راحوا زينب بنت فاطمة الزهراء بالصياط يضربون زينب بالخيمة إلى شبية فاطمة الزهراء تضرب بالصياط وتعرق قيام عليها. ولا تفعل زينب مصلحتهم لا يضربوني. الصحة هجموا على الخيام. صاحوا زينب طلعوها اليوم جت بالصوت ضربوا. كانت تضرب زينب بالسيف والأطفال تقتل تحت خوافي الخيل. أيتام تبكي تنادي باسم الحسين بالخيل وتضرب وتقطع الخيام لحرقة الحسين. يا بطل يا سيدي. نسأل الله عز وجل يعجل ولينا الفرج إن شاء الله جنوده والمستشهدين بالدين. نحن نرفع راية الحسين تكون خفاقا إن شاء الله
يسرع يتعجل تسبق الأحداث ما عندك تأني تفكر. وهذا الشيء غير صحيح، لأن الإنسان كيس فطن حكيم واعي صاحب بصيرة. المؤمن صاحب مشروع تربية الناس وتربية نفسه. المؤمن خليفة الله في الأرض. في صفات لازم يتحلى بها. أنت إنسان مؤمن خليفة الله في الأرض، أنت تربي المجتمع، أنت تقود المجتمع، أنت المؤمن الواعي اللي نشأت وترعرعت في مجالس الحسين، نشأت وترعرعت في جلسات القرآن في شهر رمضان. أنت اللي تحضر المسجد تصلي جماعة، أنت اللي تستمع لأقوال العلماء والمرجعية الدينية. أنت إنسان مؤمن خليفة الله في الأرض، إنسان مو عادي. وظيفتك مو كد على عيالك فقط وتوفر لهم احتياجاتهم، لا، أنت عندك مشروع. صح هذا مطلوب واجب، وإن كان على عيالك المجاهد في سبيل الله هذا واجب، ولكن في نفس الوقت تكليف شرعي. الدفاع عن الدين وعن المؤمنين وعن القيم والمبادئ والأخلاق. أنت إنسان عادي، أنت صاحب رسالة. وصلت تعيش في هذه المدينة المقدسة، مدينة العلم والعلماء، مدينة أمير المؤمنين والجوار أمير المؤمنين. تعرف عليك مسؤولية كبيرة، وأنت تعرف قدرك. لابس أسود حزين تحضر مجلس، وبعدين نوصل عندنا مشروع تكلمنا بالليالي السابقة، مشروع قوة أنفسكم وأهليكم. تعمل على نفسك وترويضها وتهذيبها وتطويرها، التزام بالواجبات، شروع المحرمات، وتكتب عائلتك، زوجتك، بنتك، ابنك. احنا اصلا مشاريع اسلاميه، مشاريع الهيه. فالعجله من الصفات المذمومه. انت مؤمن الان، متى تستعجل تتأنى وتستغرب وتلتفت؟ نعم العجله مطلوب التوبه. نعم انت كل ما تقع بالذنب تفر الى الله عز وجل، وهذا شيء اساسي لابد منه. وهذه العجله التوبه تفر الى الله عز وجل. عندما يصدر منك تقصير، تفعل الاشياء اللي هي مخالفه للشريعه، إلى الله عز وجل، تغتسل غسل التوبة، تستغفر الله، توجه إلى الله، تقرأ دعاء التوبة في صحيفة السجاد زين العابدين، تستعين دعاء الجميل، تستغفر. مطلوب العجلة من التوبة. فأنت كل شيء ثبتها بحياتك تستعجل فيها. التوبة، نعم التوبة إلى الله. أي تقصير يصدر منك تجاه والديك، تجاه اخوانك المؤمنين، تجاه نفسك، تجاه تقصير العبادات. فرضا ما قاعد صلاة الصبح،
ثاني يوم يعني طريقة طبيعية عندك؟ لا، هاي مصيبة كبيرة. لازم تستعجل وتقضي الصلاة وتتوب إلى الله. لازم تستعجل وتتوب. العجلة هنا مطلوبة، التوبة دائما. تريد تختار لك زوجة صالحة، هنا ما تستعجل، لازم تتأنى، تسأل عن العائلة وتستعجل. اختيار الزوجة لازم تكون زوجة صالحة مؤمنة متعائلة، تحمل القيم اللي تؤمن بها أنت. إذا عندك قيم تؤمن بها، والمرأة لازم تكون محجبة، ترتدي عباءة فاطمة الزهراء، محشومة. مو تستعجل وتجيب من الله وتختار امرأة غير صالحة وصحيحة. كذلك المرأة عندك زوج صالح لها شخص تنظر إلى دينه وتقواه. اختيار الزوجة أو الزوج لازم يكون إنسان صالح، ما هي عجلة هاي المواهب. لا، العجلة تدفع الثمن. ياخذ راحته، ياخذ حريته. لا، مو صحيح. التربية تبدأ مع الأطفال أول بداية. هسه احنا ما نقول اختيار الزوجة، لا، عندك لابد عمره 7 سنوات علمه. علمه لا تعوفه. علمه ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلى يشوف شيء بالتلفاز مثل غناء يقول له هذا حرام، هذا عيب، يلفظ لفظ بديل مثلا، يضرب امه وهو طفل حتى يجرأ على امه. لا، كلها طفل صغير بعد ما تبني التربيه والتعليم منهم. تربي تعلم هذا خطا هذا صحيح ولسه هو صغير، من هسه تبني عمره 6 سنوات 7 9 شوي تظل هاي الاشياء علمه بيها ذاكر العجل مع روحه يعرف هذا عيب. هسه احنا بعض الاطفال نشوفه بيطلع الشارع ما لابس لك عيب. يعجل تربية أبنائه. بدك عجل إحياء الحجاب الشرعي. لا والله سيدنا مو غالبا، صحيح مو غالبا، هاي تهيئها حجاب. تلبس الحجاب شنو؟ هو عمره إلا 9 سنوات. لا يصير، لا قبل هذا هو يدرب على الحجاب والعباءة تتعود عليه. بعد تصير انت من هسه لبستها لبستها ملابس غير محشومه، هاي ثقافه. قاعد تعلمهم عن ثقافه مو صحيحه، بعيده عن الدين. صحيح الدين صغيره بس هاي ثقافه خاطئه. وانت بنت صغيره ليس وياه عجل بتربيتك. قاعد توصلات الصبح عجل ترسيخ هاي القيم والمبادئ والتعاليم الإسلامية. العجلة مطلوبة. يأتي بآلات متواصل وبعدين متأخر ليش؟ تأخير الصلاة مو صحيح. فمطلوب من عندك شنو؟ تعجل بصلاتك. أول ما تسمع المؤذن روح صلي. شيء ثاني صلي. الصلاة أول الوقت. عود نفسك وعائلتك دائما انه يأذن تبادل بالصلاة. وهي هاي عادة، انت ما تعود نفسك تعود ابنائك
أول ما يسمع الأذان يقوم يصلي. شفت بعض الشباب بداية حياتهم بيتهم يصلي. وأنا أثنيت عليه بدأت أقول سيدنا أنا أبوي علمني وأنا صغير أول ما نسمع الأذان نصلي ما يقبل. كان يتعارك معنا في البيت أول ما نسمع الأذان الكل يقوم يصلي. حلو شيء لطيف مطلوب نعم. فالعجلة والمبادرة الصلاة مطلوبة. هاي العجلة مطلوبة. أكو عجلة مطلوبة يروح يصلي مستعجل صلاة سريعة. الصلاة السريعة لا بيها خشوع لا بيها توجه. والله حالة خاطئة حالة مرضية لازم واحد يخلص من عندها. أنت صرت كبير تبغى بعد صارت ايدك بيضة قدم عمرك لا أنت صلاتك سريعة صحيح. عود نفسك وتدخل الصلاة مستعجل. انت بس بالصلاة تستعجل. إذا مو لا شوف يعني تاني شوف ليش مو صحيح. الصلاة هي راجع عميني عميني صلي كأنه خشوع توجه إلى الله عز وجل. إذا ما تعود نفسك على الصلاة تكون بها توجه وبها خشوع دائما نصلي صلاة سريعة. صلاة تأثر الروح ما تنعكس على تصرفاتك وأفعالك. هذه توجه إلى الله مجرد حركات كنقر الغراب وهي الصلاة ما تعنى. تصلي خشوع ما تاخذ منك وقت 10 دقائق أنت عندك 40 ساعة. هي 10 دقائق ما تضيع لنفسك. وهاي الصلاة من عمود الدين. الصلاة هي واجبة. كون تلتفت يا أخي إلى متى؟ لا التفت نفسك. واليوم اللي يصلي صلاة بها عجلة وهي عدم توجه إلى الله عز وجل يستوي لازم عاقب نفسك. وليش أنا مستعجل؟ شيء صاير. هاي الصلاة اللي هي عمود الدين عراج المؤمن قبلت قبل ما سواه وردت تكون تهتم بصلاتك. مثل ما تتأنى بعض الأمور الدنيوية وتركز فيها نفسك وشوف وجه لهاي الأشياء. بس الشيء يقربك إلى الله شوف الشيء ما يخليك تستعجل فيه. وهذا مرض إذا ما تخلص من عنده وياك إلى آخر حياتك يذكر عنك. صراحة المرات أشوف بعض الأخوة صلاتهم سريعة يا بني وكل ما تنبهوا إليه ينزعج. وما على الرسول إلا البلاغ. إحنا بدنا الخير. إتقان العمل شيء مطلوب. الإسلام يحث على إتقان العمل سواء بالصلاة أي عمل لازم تكون بإتقان. أما عادتك تأدي الأعمال بدون إتقان هذا مو صحيح. راح تدفع ثمنه. عود نفسك صلاة بدون عجل. أكو بيهم شو يسوي؟ يصلي وترك راح الشغل تسبيحات الزارة شوي يستغفر الله عز وجل. روحك ما تخلص الحياة الدنيا ساعة جعلها ضاعت قصيرة وغيرك من الله ما يحصل شيء. إلى متى؟ أصلي بهدوء وجه إلى الله عز وجل. أنت عندك برامج بحياتك. بعض الناس أنا أشوف
تستعجل فيها تعجل توبه. عندك النية وتقدم لها واحد صالح إنسان وفي زوجها يا أخي، ليش ما كان قسمتين؟ بعضهم لا زواج بنته قد كمل دراسة طبعا كمل دراسة لازم يجي الإنسان وفي صاحب دين بالضوابط الشرعية وانت متهيأ للزواج زوجها شو بتعمل؟ فرصة الفرص ما تتكرر اخواني. انت شاب ليش ما عجل زواجك؟ زوج عجل بزواجك، لا تخاف من الفقر، الله هو الرزاق. الان كثير من الشباب يعمل اعمال بسيطه ويزوج ويكون اسره، اعمال بسيطه عامل ولوده 20 زوج، عامل ولوده 15 زوج، لا عنده سبب عادي يشتري سيارة بيت راح يكون واقعي. عندهم زواج الله رزاق. ليش انت واحد زوج اسمع عجل بالزواج. عندك مستعد للزواج زوجك عقله ناضج وفاهم، عجل بزواج. زواج نعمة. العدل مجبور على الآخرين، واحد يصبر أحكام على الآخرين. صارت مشكلة عائلية لا تستعجل، مشكلة عائلية لا تستعجل. أنت يا أخي مثل الطرفين لا يصير لك مرض مال عجل وصدر الحكم، لا فكر في المشكلة استشير فيها، اسأل عن الحيدان المشكلة فكر فيها استشير. صار عندك مشكلة تستعجل وتحكم وتتخذ قرار غامض وتتعب حسب المشكلة. سعيد خبر الاختصاص شلون الحين هاي المشكلة، شنو العلاج، نصبر ولا المشكلة شلون الحل؟ نستعين نعم نستعين بالله، لكن بعض قبل حل المشاكل نستعين عجل حل المشاكل مشاكل لا ما يصير واحد ما يتكلم ويقول عجل الاصلاح بين اخوانك بين ارحامك، اخذ دورك انت مؤمن، عجل. عندك مشكله عائليه مع اصحابك مع اقاربك، حل المشاكل، لا تكون هاي مشاكل من جيل الى جيل، هذا مو صحيح. عجل بحل المشاكل، لا يكون فيش مشاكل مشاكل متكاملة صراحة. مو صحيح. عجل بحل المشاكل بين الأديان.
نصرة الحق. وانت اليوم موجودة بهذا المجلس ولا وصلت الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، انت اليوم في معسكر الحسين. انت اليوم وين وقوفك وين اليوم؟ وقوفك مع الحسين وخزن الحسين. انت اليوم تصير مع قافلة الحسين عليه السلام. الله عز وجل بتعجيل حضور المجلس والحزن عن زين الشهداء وازداد الزواج مشاركة المؤمنين بالعزاء والمواكب وتهتف باسم الحسين. هذا مطلوبة، الإنسان يعجل دائما يحق بالخير بالخير. الأيام عندنا أيام تعجل حضور المجالس وشارع دراسي في نصرة الحسين تعجيل نصرة الحسين ريال الزمان فانت تحاول دائما تعجل وننصر الحسين عليه السلام في المجلس. إمامك المهدي عبد الله صاحب العصر يا جماعة كل السماوات وجاء على الحسين والجان والملائكة كل شيء وبقى الحسين عليه السلام. الحسين عندما حرقت خيامه وقتلت عياله
اي بعد كم سنه انا برا هو عزيز على علم النبي يا حبيبي يا حبيبي مصيبة علي الأكبر نادى على الفرد هذا زينب عندما رجعت المدينة شدة المصائب التي مرت عليها في كربلاء عندما سمعت الصوت الحزين العطش هذا الصوت في سمعة الزين صوت الحسين عطشان ويطلب الماء على كربلاء جرح ولا يجد الحسين على الحسين عليه السلام صاح مدعوها قلبها براس ولو بجد يا عصام
العالمين.